كل يوم بتأجل فيه تقديم ملف لم الشمل مش مجرد يوم بيعدي، ده يوم زيادة بعيد عن والدتك، أو يوم زيادة بعيد عن والدك، أو يوم زيادة زوجة بعيدة عن زوجها، ويوم زيادة وأنت شايل هم حاجة المفروض تكون سبب راحة، لكن للأسف بقت سبب قلق ليك. المشكلة مش إن الناس مش عايزة تبدأ الإجراءات، المشكلة للأسف إن هم مرعوبين يبدأوا بشكل غلط. والمشكلة الأكبر طبعا هي الأتعاب الخيالية بتاعة مكاتب الهجرة هنا في أمريكا، اللي في الوقت الحالي ما بقاش حد قادر عليه. خايف إن أنت تملى الأبلكيشن غلط، أو خايف من تجهيز الورق، أو حتى خايف من إن الملف بتاعك يترفض. علشان كده وبناء على طلب مئات من الناس، انا عملت وجهزت الدوره التدريبيه الشامله عن لم الشمل العائلي ونموذج الاي 130، مش علشان خاطر تديك معلومات وخلاص، لكن علشان تحولك من شخص متوتر ومتلخبط لشخص فاهم مين يقدر يقدم، ويقدر يقدم لمين بالظبط على موضوع لم الشمل، وايه المطلوب بالظبط، وازاي تملى وتجهز وترتب الملف بنفسك بدون مساعده من اي حد، وايه اللي بيحصل بعد كل خطوه. يعني بدل ما تفضل حابس نفسك في الخوف والتاجيل، تبدا وانت عارف بتعمل ايه بالظبط، وبدل ما تدفع من 1000 ل 3000 دولار او اكتر علشان خاطر حد يعمل لك الورق، تتعلم ازاي في الحالات المناسبه تعمل ملفك بنفسك بثقه اكبر. والمفاجاه الغير متوقعه، سعر الدوره التدريبيه دي اقل من ثمن عشاء واحد بره، لكن قيمتها في المقابل ممكن توفر لك فلوس ووقت واعصاب، ويمكن الاهم ترجع لك احساس السيطره على مستقبل اوراقك. احجز مكانك دلوقتي، لان اسوأ قرار مش ان انت تبدا غلط، اسوأ قرار بجد ان انت تفضل واقف مكانك.